تحليل الحلقة 184 من المؤسس عثمان. يا جماعة الخير، أنا مديكوا الإعلان، حطيت لكم الإعلان على التحليل بتاع الحلقة 184، إعلان 185. بصراحة ومعايا كلمتين عايز أقولهم في الأول. ده أسوأ موسم اتعمل لعثمان. أسوأ موسم اتعمل لعثمان. عثمان عمره ما كان غبي بالطريقه دي. عثمان عمره ما كانت عيلته غبيه بالطريقه دي. الخمس مواسم اللي قبل دول عثمان كان فيهم كل حاجه بيعملها سابق العدو بخطوه، وعثمان دي طبيعته الحقيقيه، كان في الحقيقه كده، وهو ده اللي خلاه انتصر على اعدائه وخلاه يتقدم، انه كان سابق العدو بخطوه. يعني اما المخرج يعمل لنا نفس الاخطاء بنفس الحاجات اللي بتحصل، يا عثمان دايما يقع في الفخ. كنا دايما بنشوفه حتى في بعض الحلقات اللي فاتت بيعمل فخ جوه فخ. لا، هو دلوقتي بيقع في الفخ. لا، واللي اكبر من كده ايه؟ انه جايب المغول. خدوا بالكم سلسله الوقت اللي كان فيه عثمان في الوقت ده كان بعد حرب عين جالوت ب 25 سنه او ب 30 سنه. يعني المغول كانوا في قمه ضعفهم، ما كانوش بقمه الذكاء اللي جايبوا فيهم ان هم اينشتاين، سواء روجان او بيسا ده ولا بيسكا دي. لا يعني ما فيش بعد كده. قال يعني هم سابقين عثمان وعارفين هو بيفكر في ايه من غير ما يكون لهم جاسوس عند عثمان. ده حاجات يعني غريبة خالص. يعني طيب الناس اللي بتموت من قبيلة عثمان ذنبها ايه؟ الناس اللي عماله تموت دي، والناس اللي عمالين ينهوا فيها دي، كل ما يحط روح مكان يموتوا الناس اللي فيه. هو بيجيب ناس منين؟ هو بينقي ناس في الشارع؟ ده معاه يعني الخمسه معاه هيبقوا ساموراوي السبعه هيخشوا على الجيوش المغول يغلبوها. مش عارف انا المخرج راح فين ولا المؤلف راح فين ولا ايه اللي بيعملوه بالظبط. جماعه الوقت ده كان من حياه عثمان وولاده، خاصة الوقت اللي كان دلوقتي بعد شوية هيتعب وهيقعد في البيت، لأنه آخر 9 سنين كان نايم في البيت أو آخر 8 سنين، وكان اللي بيحارب ابن أورهان يعني، ومات على حاجة و60 سنة. يعني عملية ما فيش فيها حاجة خالص من المنطق. كان بيحارب البيزنطيين. المغول كانوا مشغولين مع بعضهم 250 ألف على جيش 200 ألف، مش فاضيين للمة دي خالص. مش عارف المخرج ماله معلق على المغول وعاملهم لنا يعني اساس ان المغول حاجه صعبه جدا، ووصلوا لقمه الذكاء اللي في نفس الوقت وصل عثمان نفسه في قمه الغباء. طبعا هنحلل لكم الحلقه كامله، هنعمل تحليل كامل للحلقه بكره باذن الله، يوم الجمعه باذن الله، وتحليل الاعلان هيبقى يوم السبت. يعني بس انا حبيت اديكم نبذه عن الحاجات اللي ما عجبتنيش النهارده في المسلسل. صوفيا برضو كانت هتقع في فخ لولا ابنها الحقيقه. مش عارف بس بالا كانت هتقع في فخ صوفيا وقعتها، علشان مش عارف المخرج ماسك لنا في قصه حليمه ليه؟ ما لهاش قصه حليمه ليه؟ لازم ينهي قصه حليمه. يعني مط جامد جدا. المسلسل رخم بطريقه جامده جدا في قصه حليمه، ولسه لحد دلوقتي ما عرفتش، وكل ما حلقه هنقول هنعرف. ما تنسوش يا جماعه الخير عشان نستمر معاكم، اشترك في القناه، فعل زر الجرس علشان اوصلك كل جديد من على طول. احنا بنعمل 3 حلقات في الاسبوع، عايزين نزودهم. شاركوني بتعليقات ورايكم في الحلقه دي، وانا اعمل لكم تحليل كامل يوم الجمعه.